كل شهر وانتوا طيبين. خلصنا شهر مارس وخلصنا معاه كمان برودكتس، فتعالوا نتكلم عن المنتجات اللي انا خلصتها في شهر مارس، وايه اللي حلو وايه اللي وحش وايه اللي انا هكرره وايه اللي انا مش هكرره. اول حاجه تعالوا نتكلم عن الغسولات اللي انا خلصتها. ده غسول كيارا سوفت من يوريكا، ممتاز للبشرات الدهنيه. انا شايفه ان هو ممتاز لجميع انواع البشره بصراحه، بس هو للبشره الدهنيه والمختلطه وكمان المعرضه للحبوب. مفيش حد استخدمه من الفولورز عندي غير وحبه جدا جدا، وبيقعد معاكي كتير جدا، وكمان في انجريدينتس تحفه، فاكيد هكرره. الانتيميت واش بتاع نوفا جين يا جماعه، ده التوب عندي، ده رقم واحد كغسول للمناطق الحساسه. واللوشن بتاعه كمان تحفه، هما الاتنين كومبو ممتاز ممتاز للمناطق الحساسه وكمان للتفتيح، وحط تحتها 100 خط. نخش دلوقتي على السان سكرين. ده السان سكرين بتاع بوباي. كان عاجبني الاول، بس لما طلعوا البرودكت بتاع الاكسترا لايتنينج فضلته فما بقيتش استخدمه. فانا بنصحكم بالاكسترا لايتنينج اللي هو التاني اللي في بامب اكتر من ده. الو سوذينج سان جel من كوزركس، خلي بالكم بقى فيه منه مضروب، انا بحبه جدا، قوامه حلو جدا وبيرطب كويس جدا، ما بستخدمش معاه مرطب لما بستخدمه الصبح. من احلى السان سكرينز، طبعا هكرره. نتكلم بقى على منتجات البشره. اول حاجه السيكا بلاست بي 5 اللي هو الجديد، طبعا انا خلصته للاخر. كبلاست القديم كان احلى، ده انا حاسه ان هو بيفرول، ده غير ان هو مقاطعه، يعني انا خلاص ما بقيتش اشتري حاجات لاروش بوزيه خالص. بس انا فعلا مش مستمتعه بيه، لانه بحس ان هو تقيل على البشره وبحس ان هو بيفرول، ومع الاستخدام بقيت بفضل ان انا استخدم حاجات تانية، فمش هكرره، مع اني كنت شاريه واحد منه تاني. الاي كونتور كريم من كيوتي سيل حلو جدا على فكره، قوامه زي السيرم بالظبط، وهتلاقوا فيه مواد حلوه جدا زي الكافيين والريتينول والنياسيناميد والكولاجين. هو اندر ريتد بس عجبني جدا، واحلى حاجه فيه ان هو بيقعد معاكي كتير جدا. المرطب ده من ذا انكي ليست اللي هو اوميجا ووتر كريم، حلو بغباء، حلو جدا جدا لو بشرتك دهنيه. بجد مش هتستخدمي مرطب خفيف كده والبشره بتمتصه بشكل رهيب، هو ما بيعملش حاجه غير الترطيب، يعني دي الكليمز بتاعته، فهو حلو جدا وهو فعلا ووتر كريم، اول ما بتحطيه على بشرتك البشره بتمتصه. الليفت اكتيف كولاجين سبيشالست من فيشي، بقى بيفرول معايا. اول مره استخدمته كان حلو زمان، دلوقتي بيفرول معايا وبحسه كده قوامه سيليكون، ما برتاحش وانا حطاه، مش هكرره، ده غير ان هو مقاطعه. اخيرا بقى شويه ميك اب. ده يا جماعه الكونسيلر بتاع كولر بوب اللي هو اسمه بريتي فريش، كنت جايباه من فتره كبيره جدا، فيه هايلورونيك اسيد، درجته حلوه جدا، اكيد مش هنشوفه اونلاين تاني فاكيد مش هكرره. برايمر انجريد ده يا جماعه الازرق اللي هو لونج لاستنج مويسترايزر، مويسترايزنج اند ريجوفينيتنج، ده روعه، ده خيال. ده بصوا البرايمرز بتاعت انجريد كلها في قلبي، ده بيدي كده ترطيب وبيدي بيس تحفه للميك اب بتاعك، انصحك ان انت تجربيه. كونسيلر فيت مي من مايبلين، مش هكرره عشان مقاطعه. الغلبان ده من فوريفر 52، انا بعشق كل منتجات فوريفر 52 عندي منه، فاكيد هكرره. تنت ده من ايتود هاوس، مشهور جدا، اللي هو دير دارلينج تنت، درجته حلوه جدا، واكيد اكيد هكرره. لوشن سبراي موس ده من واتسونز، حلو جدا جدا، انا بعشقه حرفيا، بيرطب كويس جدا وريحته كويسه جدا، بس خلص اسرع مما اتخيل. هو دلوقتي ابتدى يطلع اهو، بس هو خلص بدري جدا. اخر حاجتين للشعر، سيرم بايو بلاس بالارجان، تحفه تحفه، اكيد هكرره، وقلت لكم ان هو بديل السيرم الالماني اللي هو لانجار ميتشن. سيف ذا بيست فور لاست، فعلا خليت اهم منتج هو اخر منتج. ده يا جماعه زيت الروزماري والبلاك كاستر اويل، زيت الخروع الاسود اللي جامايكا مشهوره بيه وافريقيا برضو مشهوره بيه، من البراند تروبيك ايل. بصوا يا جماعه البراند دي يعني اتقل من ميال، والزيت ده احلى من ميال، انا ما بقتش بشوفه هنا في مصر، بس ده الايفكت بتاعه في تنبيت الشعر واطاله الشعر في حته تانية اكتر من ميال. وبس كده، كل شهر وانتم طيبين، ولو عندكم اي سؤال سيبوهولي تحت في الكومنتس.